اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله النهارده معايا. صورت لكم كده التصوير كده، اول مره اصوره. ان انا بصور نفسي وانا بشتغل. لو الفيديو عجبكم بقولوا لي، لان اول مره اصور بالطريقه دي صراحه، فمش عارفه الفيديو هيعجبكم ولا لا. معايا كده سمك بلاميطه. البلاميطه دي يا بنات بتيجي مجمده، بيسموها مكاريل، واحنا هنا بنسميها بلاميطه. خلاص. البلاميطه دي يا بنات الكيلو فيها ب75 و80، يعني مش رخيصه. فعملت فيها المره دي طريقه حلوه قوي، ان انا عملتها سنجاري. طبعا انا جربت الشبر قبل كده سنجاري، اللي هو البولت الكبير، عملته سنجاري. وعملت معاكم البوري، وعملت معاكم اللي هو سمكه اللي اسمها اللوط او اللوت. عملت سمكة برضو المبروكة معاكم سنجاري. بإذن الله أي سمكة تعمليها بتبقى سنجاري بتبقى طعمها حلو أوي أوي أوي. وجربوا أي سمكة كده سنجاري هتلاقيها تحفة، وخاصة بالحشوة اللي أنا بعملها. حشوة سهلة جدا جدا يا بنات. بنبدأ نقطع الراس كده زي ما احنا شايفين، ونفتحها كده من الظهر. يعني من الظهر كده لما تبقى البطن يبقى فيها الحشو كده، تبقى مليانه حشو. خلاص. طبعا انا مسرعه الفيديو علشان حبايبي كان الفيديو طويل وهيبقى طويل عليكم. خلاص. سجلت شويه كده وبقيت كنت بنكلم بس معاكم، بس لقيت الفيديو هيبقى طويل جدا، ففصلت الكلام عشان ايه يبقى قصير شويه. كان هيخش على 20 دقيقه يعني. حبايبي بنغسل السمك زي ما احنا شايفين كده، بطرف السكينة او بالفرشة المخصصة للسمك. بتخلي سلسلة السمك من جوه زي الفل بسرعة، بتخليها نظيفة جدا جدا، ونضيفة زي البفتة. حبايبك هو كده المية كده مفتوحة كده سرسوب صغير لغاية ما السمك تنضف معاك. طبعا ده يعني ايه البنات اللي صغيرين لسه ما دخلوش المطبخ. خلاص. كده السمكة بقت جميلة اهي. هعملها معاكم عشان ايه طبعا ما تطولش الفيديو. هوريلكم انا بعمل فيها ايه. كده قطعت نص ليمونة، وهنبدأ نجيب الليمون كده، نعصر الليمون. ده ملح خشن على السمك، ما تحاوليش تحطي على السمك ملح ناعم، لان الملح الناعم اللحمه بتاعت السمكه بتقوم سحباه، بتبقى السمكه مالحه. خلاص يا بنات. حاولوا السمك او اي حاجه بتنضفوها تخلوها ملح خشن. معانا هنا بقى جزر وطماطم وبصل والخضروات اللي احنا بنحب نحطها على حشوه السمكه. هنا كده معانا كل حاجه كده جهزتها. قشرت الحاجة كلها وظبطتها، وقطعت الخضرة والطماطم والفلفل والجزر بشرته، وفضيت الليمون من البذر اللي في قلبه. هبدأ بقى اشتغل معاكم. حطيت مادة دهنية كده في الصينية. هستنى لما المادة الدهنية بتاعتنا تسخن. حبايبي ما تنسوش اللايك للفيديو علشان مأكولة توصل معاكم ان شاء الله في المشاهدة. لسه طبعا كده كده ايه الصينية لسه ما سخنتش في ايديا، فمش هحط الايه البصل. خلاص. هستنى شويه وبعدين احط البصل. حبايبي الطريقه دي هتعجبكم جدا، لان التسويه بتاعت فصلت عشان الزيت يسخن شويه. الطريقه ديت يا حبايب قلبي بالبصل اللي هو معمول طرنشات جيليانو كده، بتبقى طعمه قوي قوي عن الطريقه اللي هي بيبقى البصل فيها متقطع ناعم. ده طعم وده طعم. بجد بجد الطريقه جميله جدا جدا، وحاولوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم. بتحطوا الحاجه كده الاول البصل بتسيبوه لما لونه يبقى شفاف، وعلى نار هاديه جدا. وبعدين نبدا نضيف الجزر، وبنقلب كده بالراحه شويه صغيرين، مسافه يعني مفيش يعني دقيقه او اقل من دقيقه كمان. خلاص. اقل من دقيقه طبعا فصلت عشان تطويل الفيديو. وبعد كده هنضيف بقى ايه بقيه المكونات بتاعتنا الجميله بتاعت الخلطه. الطماطم والفلفل الالوان، فلفل احمر واخضر، في اصفر الموجود حطيه. يعني ما تتأيديش، عايزه تحطي فلفل حر حطي، فلفل اخضر بس حطي، اي حاجه موجوده عندك حطيها. مش يعني ما تأيديش نفسك في الالوان والكلام ده، لا. بعد كده بقى بنعصر الليمون، وبعد الليمون بقى بنحط كل الفلافل اللي احنا حابينها. اي فلافل انت حباها حطيها، مش شرط اللي انا حطاه، لا، اللي انت حباه اي فلافل انت حباها في السمك حطيها. طبعا السمك يا حبايب قلبي لازم ليمون، لازم توم، لازم كمون. كلنا عارفين الحاجات الاساسيه في السمك، بس انت حابه تضيفي اي اضافه تانية ضيفي. خلاص.
حبايبي اللي اول مره يشوفوا التصوير بتاعي ده النهارده، لو عجبهم يقولوا لي، لان انا يعني ايه اول مره اصور كده ويعني لسه ايه زي ما تقولوا ايه, تجربه كده اول مره، فمش عارفه هتعجبكم ولا لا. معايا البرطمان ده كده التوم، وانا حاطاه في الفريزر. طبعا مطلعاه من الفريزر على طول، فهو لسه في ايدي مجمد. بوريكم يعني ان هو مجمد لسه اهو، شايفين بناخد منه بمنتهى السهوله. لو انتوا حابين اعمل لكم فيديو تفريز التوم بعمله لكم. والله ما شاء الله جميل. شايفين بقول لكم ان هو التلج لسه عليه اهو، يعني اخد منه من الفريزر على طول وارجع احطه تاني على طول في الفريزر. خلاص، ما تحاولوش تسيبوا البرطمان بتاع التوم كتير، عشان اللون بتاعه ما يتغيرش لونه من اول ما تعمليه لغايه ما تخلصيه يبقى نفس اللون. معانا كده حبايب قلبي دي الكزبره، نحط حوالي معلقه صغيره من الكزبره. دي اول حاجه حطيتها في الفلافل. دي شويه شطه صغيرين ناعمين، شويه شطه صغيره. حابه تحطي شطه، حابه مش حابه براحتك، بس انا ايه بحب الحاجه يعني ايه فيها شطه بسيطه. هنا شويه ايه فلفل، بس ايه مش بحب اكتر الفلفل الاسمر صراحه في السمك. خلاص، ده بقى الكمون، برضو معلقه صغيره كده من الكمون. ما تحاولوش تطلعوا من الفيديو من غير ما تحطوا اللايك. ساعات بنقعد ننسى نفسنا صراحة ونتفرج على الفيديوهات ونحط اللايك. فعشان ما قبل ما تنسي حط اللايك يا حبيبتي، قبل ما تنسي حط اللايك. ده كده شوية الايه، شوية الملح اللي احنا هنحطهم. ظبطي بقى ملحك براحتك ودوقيه. خلاص، تقلبتين تلاتة بتبقى الخلطة معانا استوت وجميلة وزي الفل. ما شاء الله جميلة ازاي يا بنات، وبصراحة كانت ريحتها تحفة تحفة، ومخلية البيت ريحته ايه ما شاء الله. اي بقول لكم هي كده خلاص خلصت، ما عادش اي حاجه هنحطها. لان انا كنت مسجله لكم الفيديو بس ايه رجعت في كلامي وطلعت حتت كتير فيه، فما ينفعش بقى ان انا ايه اقطع. بقول لكم كده خلاص. كده معانا ورق فويل، وبنجيب بقى شويه زيت صغيرين كده، قيمه معلقه زيت، ونحطها كده تحت السمكه. خلاص، زي ما احنا شايفين كده يا بنات، نحط نقطه زيت كده تحت السمكه، وبعدين نبدأ نقفل بقى عليها الورق الفويل من حواليها كده داير ما يدور. يعني هتبقى ان شاء الله احلى احلى الف مرة من اكل المطاعم. بامانة هتعملها في البيت هتعجبك احلى الف مرة من اكل المطاعم. ويا رب الفيديو يعجبكم يا حبايب قلبي، وجربوه وتعرفوا الفرق بين المطاعم وعمل ايديكم في البيت. بوريكم السمكة، بقول لكم ما شاء الله جميلة ازاي. بقول لكم شوفوا بقول لكم احلى من المطعم. دي الورقة التانية، هنحط بقى السمكة التانية. السمك يا حبايب قلبي سنجاري، اما بيكون سمكة كبيرة بتبقى حلوة. السمك السنجاري بيقعد في الفرن بالظبط بالظبط من 10 دقايق لربع ساعة، مش اكتر من كده. شغلي الفرن وانت بادئه كده تغلفيها، شغلي الفرن تحت وفوق على نار عالية، وتدخلي فيها السمكة على الشبكة من النص مش من فوق قوي. خلاص، انا هوريها لكم دلوقتي برضو. وبعدين بعد ما قفلنا عليها كده الورق الفويل كده باي تقفيله انت عاوزاها يعني. وبعدين اشوف بقول لكم انا بقول لكم بقى ايه دلوقتي البنات الصغيره تتعلم، وكنت بحكي لكم يعني وحاجات سهله خالص خالص، وبنبعت نجيبها من بره ومش بنعرف نعمل السنجاري. ماشي، فانا عماله اقول لكم كده يعني. هنبدا نجيب برضو ليمون ونعصر ليمون تاني على الايه على السمكه قبل ما نحط عليها الخلطه. خلاص، نشيل البذره كده من الليمون اهو. عصرة الليمون على اللحم السمكة بتخلي السمكة طعمها حلو قوي قوي وجميلة. طبعا احنا برضو حاطين على الخلط. وانا بقى هناك هو ولعت على الرز بتاعي، الرز الابيض ولعت عليه، بحب السنجاري مع رز ابيض. انما السمك المقلي بحب مع الرز الاحمر اللي هو بالبصل. دي الخلطة اللي احنا عاملينها اهي، هنحطها بقى خلاص. يبقى كده ايه خلصنا كده ايه الخطوات بتاعتنا الجميلة دي، بان احنا بنبدأ بالراحة كده نحط الخلطة بتاعتنا الجميلة على السمكة الجميل كده. طبعا الواحد لما بيعمل حاجة وتطلع حلوة يا بنات بيبقى ايه مبسوط صراحة. يا رب كلكم تكونوا بتعملوا كل حاجة حلوة وتطلع من ايديكم جميلة، ويا رب بألف هنا على قلوبكم. كل اللي يعمل حاجة من ايده وتطلع حلوة وتعجبه، بقول لكم شوفوا يا بنات احلى من المطعم
صراحة جبته كم مرة من مطعم جاهز بس ما كانش حلو، يعني ما بيكون عندي ضيف ولا حاجة يعني مستعجلة ببعت اجيب جاهز. الصراحة والله ما بيبقى حلو بأمانة يعني، مش عمره في حياته ما بيبقى طعم اللي انت بتعمليه بايديك. اولا بيقوموا ضاربين كله في الخلاط وحاطينه على السمكة ومدخلينه الفرن وخلاص خلطبيطة يلا انتهى الموضوع. ما شاء الله جميل يا بنات، وطعمه هيعجبكم قوي قوي قوي. وبتمنى ان تصوير الفيديو يعجبكم. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان اول مره اصور يعني كده. لو عجبكم التصوير قولولي، لو ما عجبكوش اشتغل بايدي تاني عادي. خلاص. شايفين السمك شكله جميل ازاي؟ مية مية. كده رحنا على البوتاجاز، شغلنا الفرن تحت وفوق اهو زي ما احنا شايفين. عملت النار متوسطه مش عاليه قوي عشان برضو ايه السمك ما بياخدش على النار 10 دقايق ربع ساعه يا بنات. يعني اكتر من 10 دقايق ربع ساعه السمكه هتنشف كده اهو. غرفنا الرز الابيض والسمك، حطينا اهو سمك في الطبق. معانا الترش بتاعنا الجميل والسلطه الجميله. طبعا الترش احنا عاملينه في البيت. الترش ده يا بنات مش ضايفين عليه اي حاجه، اللون ده لون طبيعي، مش ضايفه عليه بنجر ولا اي حاجه خالص. برضو الخيار برضو عاملاه في البيت اهو شايفين. بقول لكم طعمه جميل ازاي. كل حاجه باكل منها اقول لكم طعمه جميل ازاي شايفين، بس طبعا الصوت راح. سمك السنجاري طعمها بجد بجد تاكلي الحشوه. كده خلصنا الفيديو بتاعنا الجميل وناكل بقى وندوق السمك الجميل بتاعنا. هوريكم بقى الحشو بقى والسمكه من جوه لحمها ابيض وجميل ومستوي ما شاء الله. شايفين الجمال. طبعا الحاجه اما بتطلعها من الفرن جربوا الخلطه دي ان شاء الله هتعجبكم. الرز اتطفى عليه تكليف الخلطه تبقى احلى من السمكه، يبرد بيبقى طعم تاني. يعني الخلطه دي يا بنات حاولوا كلكم تخلوا الاكل سخن تحت مستوي ازاي وجميل ازاي. تظبطوا الاكل على انكم تخلصوا ده السمكه من تحت اهو. خلاص يا بنات. تسويه الاكل التسويه المظبوطه بتخلي طعمه حلو. الاكل لما بيكون طبخه وطفي عليه وتيجي تاكليه بيبقى الاكل طعمه جميل جدا في بقك. خلي بالك الاكل برد خلاص طعمه خلاص. بقول لكم كده ايه يا رب الفيديو يعجبكم وكده ما شاء الله الفيديو 100 حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو يعجبكم. والسمك جميل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.